الرئيس الإيراني اختفى بطيارته وما وصلوش ليه إلا بعد ما بقى جثة هو وكل اللي معاه. الموضوع بدأ لما كان في موكب مكون من 3 طيارات بينقل الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي ومجموعة من الوزراء المسؤولين، بس في طيارتين من ال3 ما حصل لهمش حاجة ووصلوا، وطيارة الرئيس هي اللي وقعت وهم بيستعدوا لهبوط اضطراري في أذربيجان الشرقية، وتحديدا في منطقة غابات ديزامار، ودي منطقة جبلية وتضاريسها صعبة. وبعد ما حاولت الطيارات المسيرة إنها تستكشف مكان الطيارة فشلت بسبب الظروف الجوية الصعبة، فتحرك أكتر من 70 فريق إنقاذ من الهلال الأحمر وقوات من الجيش والشرطة عشان يعملوا تمشيط للمنطقة كلها ويحاولوا يلاقوا ينقذوا الرئيس والناس اللي معاه. وللأسف فريق الإنقاذ ما كانوش عارفين يوصلوا لهم في الوقت المناسب بسبب حالة الجو الصعبة والضباب اللي كان مغطي كل المكان على حسب كلامهم. ولمدة يوم كامل كان في غموض غريب حوالين تفاصيل الحادثة دي، ومحدش كان عارف أصلا الرئيس عايش ولا ميت، وإذا كان حصل استهداف للطيارة ولا وقعت بسبب ظروف طبيعية فعلا، خصوصا إن محاولات اغتيالات رؤساء إيران مش حاجة جديدة عليهم، وعلى مدار ال 40 سنة الأخيرة حصلت أكتر من محاولة اغتيال لأكتر من رئيس إيران، في منها اللي نجحت وفي منها اللي فشل. وبعد يوم كامل من التوتر وشدة الأعصاب أعلنوا إن فرق الإنقاذ وصلوا لمكان الحادثة ولقوا الطيارة محروقة وكل الركاب بما فيهم الرئيس ميتين، وإن في جثث منهم كانوا محروقين خالص لدرجة إن هم ما قدروش يتعرفوا على ملامحهم أصلا. خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبد اللطيف اتنبأت باللي حصل ده من كام شهر بس، وقالت إن السنة دي في حادثة طيارة هتحصل وهتشغل العالم كله وهيموت فيها شخصية مهمة جدا على مستوى العالم، وإن محدش هيطلع من الطيارة دي عايش أصلا، فمش بعيد يكون الناس دول عارفين حاجة احنا مش عارفينها. والسؤال بقى، تفتكروا اللي حصل للرئيس الإيراني مجرد حادثة عادية ولا في مؤامرة مدبرة عشان يخلصوا منه؟ خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على ايه.